بلح بريمو يا احنا نتباع بالكيلو يا احنا يا بلح امهات يا احنا على عربيات يا احنا يا احنا يا احنا هيصة 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 ولما هيصة والخالة والعمة هيصة 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 عند العروسة هيصة كسكس وبلوزة هيصة عند العريس هيصة نفرح ونقيس هيصة وهيصة هيصة واتدحرج وجري يا رمان وتعالى على حجري يا رمان واتدحرج وجري يا رمان وتعالى على حجري يا رمان ده انا حجري حنين يا رمان ياخدك ويميت. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم في احسن حال، كل سنة وانتم في سعادة وصحة وعافية وستر من ربنا، كل سنة وانتم بخير. اخباركم ايه يا امارات؟ طمنوني عليكم كده، عاملين ايه؟ وحشتوني قد الدنيا دي كلها. زي ما انتم شايفين كده، عملتوا كحك العيد ولا لسه؟ انا عملت كحك العيد والحمد لله، عسل 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 عسل. عايزه اقول لكم اللي مجربش بقى ياخد الطريقة دي، وان شاء الله هيبقى معاكي احسن كحك باذن الله، وهتبقي معتمدة الطريقة دي على طول معاكي في السنين اللي جاية. وحبيت بقى كده يا امارات ابتدي الروتين معاكم من ساعه تقديم الفطار، وحبيت اقدم معاكم الفطار اللي احنا عملناه النهارده. وعايزه اقول لكم ان انا قمت بعديها شطبت المواعين وبدات بقى ان احنا هنعمل الكحك. وتعالوا قبل ما نشوف الطريقه ونشوف احنا عملنا ايه، ما ننساش الصلاه على حبيبنا المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. اكسروا من الصلاه على رسول الله يفك بها الكرب ان شاء الله، ربنا يفك كربنا جميعا يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين، فاكرين القشطه اللي كنت وريتها لكم في فيديو قبل كده اللي فات تقريبا او اللي قبليه حاجه زي كده، وقلت لكم عمال احاول ارب فيها واخضها، الخض بتاعها مش عايز يطلع. حطيتها فعلا على نار هاديه زي الشمعه زي ما انتم ما شفتوا كده. وعايزه اقول لكم ان هي عملت معايا كميه السمنه الصغيره دي، هي كانت حته قشطه صغيره بس عملت معايا 100 جرام سمنه بلدي، وفرقت معايا قوي 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 في طعم الكحك طبعا، لان احنا عارفين السمن البلدي في الكحك بيبقى له طعم تاني مختلف، او الكحك بالسمن البلدي بيبقى له طعم تاني مختلف جدا، غير طبعا اللي هو بالسمنه اللي هي المهدرجه بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها دي. فالمهم ان السمنه البلدي بتدي طعم تاني. انا بقى حولت القشطه ازاي؟ وطيت النار سنه صغيره زي ما انتم ما شفتوا كده، وسبتها قعدت معايا الحته دي ساعه على النار لحد ما وصلت معايا للشكل ده. صفيتها بالمصفى، هتشوفوا كمان شويه وهنستعملها معانا في العجنه. وعايزه اقول لكم ان انا كنت في اليوم ده زي ما انتم شايفين كده كنا عاملين اكله بسيطه وسريعه كده، حابه اقول لكم عليها بسرعه، اللي هي الهياكل والاجنحه والرقب. حطيناها في صينيه بطاطس وعملنا جنبها شويه رز. بعرفكم بس ان هي عملناها في صينيه بطاطس والدنيا كانت سهله وسريعه معانا في اليوم ده. تعالوا بقى يا امارات بقى نبتدي في الوصفه بتاعتنا، وان شاء الله تكون وصفه سريعه على قلبك، وباذن الله تعتمديها على طول وتبقى حاجه كده على طول معاكي كل سنه جميله جدا. انا هنا اول حاجه جبتها، جبت 2 كيلو دقيق، وانا كنت قايله لكم قبل كده ان انا هعمل كيلو واحد بس انا قلت طالما هعجن مفيش مشكله هعمل ال 2 كيلو. انا كنت هعمل كيلو واحد عشان كنت خايفه من نوع الدقيق، بس اللهم بارك. عايزه اقول لكم دقيق حبوبه ده طلع جميل، مش وحش ولا حاجه، انا اول مره استعمله واللهم بارك طلع جميل جدا. ال 2 كيلو حطيت عليهم كيسين فانيليا زي ما انتم شايفين، وحطيت عليهم نص معلقه اللي هي الكبيره بيكنج باودر، وهحط عليهم ذره ملح، وهنحط السمسم لا اكتر ولا اقل. دي الحاجات الجافه اللي احنا هنحطها على الدقيق. 2 كيلو دقيق عليهم 2 كيس فانيليا، عليهم نص معلقه بيكنج باودر، وعليهم ذره ملح صغيره كده سنه. وهنبدا نقلب بقى كل ده كله ببعضه. والسمسم هنحطه في النص كده عشان انا عايزه السمنه تنزل عليه لانه فاتح شويه، عايزه السمنه تحمره شويه معانا. المهم ان انا حطيت 6 معالق سمسم، هم دول اصلا الكميه اللي كانوا موجودين عندي، وعايزه اقول لكم دول موجودين عندي من السنه اللي فاتت. المهم المواد الجافه حطيناها كده على جنب وجهزناها قدامنا عشان تبقى جاهزه على طول. تعالوا نجهز معانا الخميره، وانا هعمل الكحك بالخميره. وزي ما انتم شايفين الخميره ما ضيعتش نقشته ولا اي حاجه، لان انا استعملت يعني نص معلقه شاي اللي هي الصغيره خميره، ويمكن اقل من نص، يعني استعملتها كده ايه نص معلقه شاي صغيره ممسوحه. حطيت على نص كوبايه ميه زي ما انتم شايفين، و4 معالق سكر. وطبعا لو هتزودي السكر مفيش مشكله، ممكن تحطي 6 وممكن تحطي اكتر، لان انا حاطه بمعلقه الشاي الصغيره. ولو هكرر العجنه دي تاني هزود في السكر شويه. فالمهم ان انا حطيت 4 معالق سكر على نص معلقه وعلى ميه فتره زي دمعه العين، وقلبناها حلو قوي قوي، ودوبنا السكر وركناها كلها على جنب قدامكم. بدات بقى ان انا اوزن السمنه، وكنت لسه ما اعرفش وزنتها قد ايه، كنت حاسه ان انا متلخبطه كده في وزنتها، لحد ما رسيت ان انا هوزنها كده معايا في الكوبايه، وطلعت 100 جرام زي ما انتم ما شفتوا.
هبدأ احط عليها السمنة الكريستال، وهبدأ اخد لحد 100 كيلو و100 جرام، كيلو 100 جرام، يعني كل كيلو دقيق هياخد 550 جرام من السمنة، كل كيلو دقيق 550 جرام من السمنة، عشان يطلع دايب معاكي كده وجميل ويطلع حلو جدا معاكي. المهم ان انا وزنتهم كده معايا بقلب الميزان، وطبعا يفضل الميزان يكون معاكي، انا ما بعرفش اعير بالكوبايات بصراحة، حبيت ان الميزان يكون موجود بما ان هو كده كده متوفر عندي في البيت. هبدأ ان انا ارفعهم على النار يقدحوا معايا حلو قوي، وبعد كده هنبدأ ان احنا نحطهم معانا على الدقيق، وهتشوفوا كمان شوية. المهم على ما الخميرة ترفع معانا وعلى ما السمنة تقدح، هبدأ اجيب بقى معايا الملبن، وابدأ احط عليه نص معلقة سمنة، واقل كمان، ما تكتريش من السمنة عشان ما يسحش معاكي، نص معلقة سمنة. عايزة تحطي بقى في الوقت ده معاه مكسرات، عايزة تحطي سمسم، الحاجة اللي انت تحبيها. انا حطيت نص معلقة سمنة ونقطتين من ريحة الموز. عايزة اقول لكم يا بنات، فعلا ريحة الموز بتودي الكحك في حتة تانية، وبتودي الملبن معاكي وطعمه في حتة تانية، جميل قوي 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 قوي. جربي ريحة الموز على ضمانتي في الملبن بتاع الكحك، حلو قوي 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 قوي. تسلمي يا هبة، لان هي اللي قالت لي على ريحة الموز ده. تسلمي يا حبيبتي، والله العظيم انا عارفة ان انت شاطرة وما شاء الله عليكي، ربنا يحميكي يا رب العالمين، لان هي من الستات اللي قلت لكم بتحب المخبوزات قوي. هبة دي صاحبتي زيها زي اخواتي بصراحة، ربنا يبارك لها. المهم جهزنا معانا الملبن كده على صينية عشان يبقى جاهز معانا بعد ما نعجن، وبدأت بقى ان انا اعمل حفرة كده عشان هنبدأ ننزل بالسمنة المقدوحة معانا. وعايزة اقول لكم شمي بقى الريحة وانت بتنزلي بالسمنة كده على ريحة الدقيق وجماله، وريحة السمنة المقدوحة كده وهي بتنزل على الدقيق، حاجة كده اللهم بارك جميلة. بس خلي بالك يا قمر، لانها بتبقى ولع نار، ربنا يكفينا شر نار جهنم يا رب العالمين، بتبقى صعبة جدا، خلي بالك منها وانت بتعمليها. معلقة خشب كده تكون في ايدك، واحسن حاجة تكون خشب، وتبدأي تقلبي فيها العجين او الدقيق كده بالراحة بالراحة على قد ما تقدري. انا مسرعة الفيديو شوية، انا كنت بقلب بالراحة عن كده، عايزة اقولك بالراحة جدا على قد ما تقدري. قلبي وابدأي بس بالمعلقة ديت لحد ما يبدأ السمنة تهدى معاكي، وبس بقى بايدك حبة حلوين محترمين. عايزة اقول لكم خدت مني وقت على ما بردت شوية، لان كانت السمنة صعبة. عايزة اقول لكم ان انا فضلت شوية بالمعلقة ابس بيها، وكانت في الوقت ده السمنة لسه دافية على ايدي، بس استحملتها وبدأت ان انا ابس بقى على ايدي حلوة قوي كده. البس ده هو عبارة عن ايه للبنات الصغيرة اللي ما تعرفش البس؟ طبعا بتبدأ ان انت تجيب العجينة ما بين ايديك وتفركيها، لما تحسي ان هي بقت عاملة زي حبات الرملة المبلولة كده معاكي، تحسي ان هي طرية قوي قوي وحاجة كده ايه ناعمة ما بين ايديكي. بتبدأي تجيبي كل الدقيق والسمنة ما بين كفوف ايديكي وتفركيها حلوة قوي قوي. عايزة اقولك خدي وقتك بقى، يعني في حته البس ده، يعني بس براحتك على قد ما تقدري. طبعا انت لو عندك حاجه واسعه هتقعدي بقى براحتك، هتفرق معاكي كتير جدا. انا كنت واقفه وبصور في المواضيع دي كلها، بتفرق معايا في الشغل. المهم ان انا بسيت فتره طويله، قعدت تقريبا ربع ساعه ويمكن اكتر ابس فيها لحد ما بدات تهدى معايا كده شويه، عشان خاطر انعمها، عشان انا عايزاه يبقى ناعم وجميل كده معانا، وعايزه تبقى الكحكايه دايبه. وعايزه اقول لكم كانت دايبه 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 وجميله قوي، كانت ما شاء الله حلوه قوي، كانت حلوه قوي قوي، كانت معقوله وجميله قوي، اللهم بارك. انا مبسوطه لان انا بصراحه اول مره اعمل الكحك من الالف للياء لوحدي، فانا مبسوطه ان انا اللي عجنت ونقشت وسويت وكل ده مع نفسي. انا عارفه ان الكميه صغيره، بس انا كفرد واحد طبعا مفيش مجموعه قاعده معايا، فالحمد لله ربنا اعني، والحمد لله ربنا يسر لي الامر، وكانت قرفتهم زي العسل. عايزه اقول لكم ما خدوش معايا وقت، وكانوا حلوين جدا جدا اللهم بارك، والطعم احلى واحلى واحلى بجد. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان نفسي تشموا الروايح اللي احنا بنعملها. عايزه اقول لكم بصراحه الريحه بتاعت العجينه ذات نفسها بتاعت الكحك حلوه قوي. المهم يا امارات، بعد ما بسيت فيها بس كده حبه محترمين زي ما قلت لك، هنزل نص كوبايه الميه اللي انا حاطه عليها الخميره، نص معلقه الخميره الصغيره الممسوحه، والاربع معالق سكر. هبدا انزل بيها، وخلي بالكم دي نص كوبايه بس. هبدا ان انا الم الميه دي نخلطها في قلب العجين معانا، ابدا ان انا المها بيها. حاولي ما تعجنيش، بصي احنا بنلم من فوق لتحت ومن شمال ليمين، المهم ان انت بتفضلي تلفي العجينه حوالين بعضها، بس ان انت تلميها او تعجنيها كده بايدك. عايزه اقول لك بقى ايه، بتفرق معاكي كتير جدا، ما بتفضليش تلتي وتعجني فيها، انت بتلميها بس لم. المهم النص كوبايه طبعا مش هتكفينا، احنا بنحتاج على الكوبايه، على الكيلو الواحد كوبايه ايه كوبايه سوائل، سواء كانت ميه ولبن او كانت ميه بس او كانت لبن بس هو الافضل ميه.
ويعني الاحلى النص ميه ونص لبن. فالمهم ان انا هفضل، انا استعملت ميه بس ما كانش عندي الا ميه، فهستعمل الميه عادي. المهم حطيت كوبايه زي ما انتم شايفين كده، وبدات برضو الم العجينه بيها، وان احنا نحاول ندخل الميه ديت السوائل دي في قلب العجينه بتاعتنا عشان تطريها معانا وما تكونش مشققه. بص لقيت حته مشققه صغيره من الجنب، رحت رايحه جايبه ربع كوبايه ميه، وعايزه اقول لكم كده كوبايتين الا ربع، احنا هنتمهم كوبايتين بس انا ما حطيتش كوبايتين مره واحده. ادي الربع هحطه، وهيبقى في ربع اخير برضو هنحطه كمان شويه عشان عايزاها تبقى ناعمه معايا قوي. وحطيت بقى حبتين كده ريحه الموز كده في قلبيها عشان تدي ريحه للعجنه معانا وتبقى ايه ريحتها كده حلوه معانا. المهم ان هي ريحتها في الملبن احسن بكتير من انت تروحيها يعني تحطي الريحه دي في العجنه. المهم يا اماراتي ان انا برضو بدات الف كده، ما بعجنش خالص. خلي بالكم انا مش بعجن خالص، انا عماله ان انا الف العجينه من فوق لتحت ومن تحت لفوق، وان انا ادخلها في قلب بعضيها بحيث ان السوائل اللي في قلب العجينه كلها تتشرب معانا في قلب العجنه بتاعتنا. وهنجيب الربع الاخير برضو وهنعمل نفس القصه، وان احنا هنخليها معانا كده ناعمه وطريه لحد ما اجي ادور العجينه على ايدي بالشكل ده واحطها الاقيها مش مشققه معايا. عايزه اقول لكم ان هنا لقيتها مش مشققه، بس كنت حابه ان هي برضو تبقى ناعمه سنه، فعشان كده رحت جايبه الربع الاخير وحطيته. وابقى انا كده ضفت كوبايتين ميه على العجنه، يعني احنا خدنا 2 كيلو عليهم كيلو و100 سمنه، عليهم نص معلقه 2 كيلو دقيق، على الدقيق حطيت نص معلقه بيكربونات، وحطيت ذره ملح، وحطيت كيسين فانيليا. عايزه تحطي 3 مفيش مشكله. حتى عليهم بقى سوائل كوبايتين ميه وكيلو و100 جرام سمنه. هو ده بس اللي احنا عجلنا بيه الكحك. وطبعا مع السمسم في المواد الجافه عايزه اقول لكم اللهم بارك اللهم بارك، اعمليه بالطريقه دي وعلى ضمانتي وهتلاقيه ما شاء الله اللهم بارك زي الفل. وباذن الله هتيجي وهتدعي لي في الفيديو وتقولي لي فعلا انا اول مره اعمله زيك ولقيته وفعلا سهل وبسيط ولذيذ كده معاكي، وروايح حلوه كده في البيت، وبتخلي اولادك كده ينبسطوا، وبتلاقي الدنيا كده ايه جميله ومفرحه معاكي. وطبعا احنا عارفين ايام زمان، ايام ما كنا بنتلم احنا واهالينا، عايزه اقول لكم كان بيبقى احساس جميل قوي قوي. حاولوا وصلوا الاحساس ده لاولادكم ولبيوتكم وتدفوا بيوتكم بالاحساس الجميل ده. المهم يا امارات انا هنا بقول لكم في 2 منقاش قدام عندي، و2 منقاش الذهبي دول جداد لسه جايباهم السنه دي، الواحد فيهم ب10 جنيه. بدات بقى ان انا اخد من قلب العجنه دي وان انا يعني اعمل لها تجويفه كده واحط فيها قطعه من الدايره الصغيره بتاعه الملبن اللي احنا عاملينها، وهنبدا نعمل صينيتين 2 بالملبن. عايزه اقول لكم انا مش جايبه كميه كبيره، انا جايبه يعني 300 جرام تقريبا. فال 300 جرام هم يعملوا معايا الصينيتين دول، لان انا مكبره في القطعه شويه عشان يبقى فيها. بس لو قررت تاني هصغر القطعه اكتر من كده، هتبقى عامله زي ايه البليه اللي الولاد بيلعبوا بيها كده، ما تكبرهاش اكتر من كده. المهم ان انا بدات بقى انقش مع نفسي، وعايزه اقول لكم نقشت الكحك كله، مفيش بصمه مفيش الكلام ده. بس بقى ايه كانت ايدي مش ميزان، عارفه انت اللي هو ايه، كان في كحكايه كبيره وكحكايه صغيره. وطبعا انا كنت مبسوطه وفي نفس الوقت برضو مستعجله عشان انا لوحدي مش عايزه اخد وقت طويل. بس عايزه اقول لكم في الاخر النتيجه روعه 10/10 يعني. بصراحه جربي النتيجه وقولي لي رايك ايه، وباذن الله هتتبسطي جدا من الطريقه ومن جمالها ومن الريحه الحلوه اللي وصلت في البيت عندك. المهم ان انا بدات اخد العجنه هنا. بص بوريكم ان العجين ما فيهوش مطه. بصي بتقطميه بتقطم معاكي، بتقطمي العجينه بتتقطم معاكي، ما فيهاش مطه خالص، وكانت اللهم بارك اللهم بارك زي العسل. هنا بقى النقشات اللي انا نقشتها، معلش يا حبيبتي انا عارفه ان امي واخواتي بينقشوا احلى من كده بكتير، بس انا كنت مع نفسي. المهم ان هم دول النقشات اللي انا نقشتها، ودي كده دي والصينيه الثانيه اللي هوريها لكم دول اللي انا عملتهم بالحشوه. هم الصينيتين دول اللي عملتهم بالحشوه، والباقي انا عملته ساده، لاني طبعا هنحط سكر باودر عليه من فوق وهناكله مع الشاي، احنا بنحبه كده بيبقى جميل جدا. فهم دول كده الصينيتين اللي انا عملتهم، اللهم بارك زي ما انتم شايفين زي العسل. وعايزه اقول لكم ان الخميره ما اثرتش معايا جدا في النقشه، هتشوفوهم هم كده ساعه ما قبل ما يتحطوا واحطهم فوق بعض لحد ما اخلص العجنه كلها، مش هسوي الا لما اخلص كل النقش واجهز كل الصواني على الرخامه قدامي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. خدت الصواني وقعدت بره كده مع نفسي قدام التلفزيون، بدات ان انا اكور وانقش اول باول، وبالكيس موجود فوق العجينه زي ما هو. وكانوا هم دول كميه ال2 كيلو اللي انا عملتهم. فهبدا بقى بعد ما جهزتهم كده، انا عارفه انهي صينيه نقشتها الاول، هبدا اخد واحده ورا الثانيه، وانا سويتهم في فرن البوتاجاز العادي بتاعي، الفرن الغاز اللي بانبوبه العادي جدا، انا سويتهم في الفرن بتاعي. وزي ما انتم شايفين اللهم بارك النقشات لا فكت ولا ساحت ولا اي حاجه، وهي النقشات موجوده على قلب الكحكه، ما فيش الخميره ما ضيعتش اي نقشه ليها خالص. عشان في ناس بتقول لك ما تستخدميش الخميره في قلب العجنه، لا بتدي ريحه حلوه جدا في الخبز بتاع العجين وما بتضيعش معاكي انت، بس ما تكتريش منها، حطي منها كميه
كميه صغيره، وزي ما انتم شايفين النقشات كلها زي ما هي كاني لسه نقشاها دلوقتي حالا. طبعا زي ما قلت لكم في كحكات كبيره وفي كحكات صغيره، دي عشان كانت قطعت ايدي انا بقى ايه اللي هو لسه اول مره، فكنت فيه ما اناش عارفه ومستعجله. دول الاتنين اللي على ايدي اللي هم بالحشوه، بصوا ولا اي حاجه ولا شققت ولا اي حاجه، واللهم بارك. دول كده اللي بالحشوه، ودي برده معانا اللي هي بالحشوه. عايزه اقول لكم اللهم بارك اللهم بارك، كانوا زي العسل. المهم استنيت خالص لما بردوا خالص 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 معايا، يعني لما بقاش فيهم ريحه السخونيه تماما، بدات بقى ان انا اشيلهم في علب التلاجة اللي موجوده دي عندي، واغطيها واشيلها معايا فوق ظهر المطبخ، او تشيليها بقى في الحته اللي انت تعجبك، شيليها في طبق بلاستيك معاكي، شيليها في كرتونه. بس لو هتشيليها في كرتونه حطي كيس زي الشنط كده، عشان خاطر السمن اللي فيها الكرتون ما يشربوش. وعايزه اقول لكم كانت تجربه حلوه وعجبتني، وباذن الله هتبقى كل سنه. بص الكحكايه دايبه دايبه دوب، عايزه اقول لكم جميله والله، صعبان عليا وانا بقطمها عشان اوريها لكم من جمالها ومن حلاوتها. عايزه اقول لك كانت اللهم بارك رفتهم حلوه وكانوا زي العسل، والحمد لله فرحنا اولادنا بيهم. وطبعا ان شاء الله تعملي كيلو واحد بس تفرحي ولادك بيه، وجربيها مش هتخسري ومش هتندمي، وهتبقوا معتمده كل سنه. عايزه اقول لكم انا اتشجعت وعايزه اعمل لناس تانية كتير، لدرجه ان انا عرضت على ناس ان انا اعمل لهم لو عايزه اساعدك اساعدك، عملت فيها بقى ان انا ايه اوعى. المهم يا امارات دي بصي اللي بالحشو، بصي الحشو طري ازاي، بصي الطري معاكي وجميل ازاي ومجوفه كده من جوه معاكي، اللهم بارك. كانت حلوه وانا مبسوطه من نفسي، انا كشيماء مبسوطه من نفسي ان انا وصلت للنتيجه دي. المهم يا امارات النتيجه سهله وبسيطه وسريعه، والحمد لله ملينا بيتنا خير، والحمد لله جبنا ريحه العيد عندنا في العيد في البيت. فعايزاكي بقى يا قمر تشجعيني بقى كده باللايك، لان انا مبسوطه جدا من الفيديو ده ومن النتيجه اللي انا وصلت لها. ما تنسينيش اللايك، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.